2017 نزلت لعبة الكل عشقها وادمنها، صرنا ما نقدر نتخلى أبدا عنها، كأنها جزء من حياتنا. عرفنا كتير ناس، منهم اللي صاروا صحابنا ومنهم اللي ظلمونا. 2020 انشهرت لعبة فري فاير انتشار رهيب، حتى أنها قدرت تحتل المرتبة الأولى عالميا. اللعبة اللي طالما كانت ولا زالت الأفضل، اللي قدرت تحقق أرقام قياسية. فري فاير اللي كانت حديث العالم، واللي كثير صناع محتوى انشهروا بسببها. وصلنا ل 2024، اللعبة اللي صار لها 7 سنوات أشرفت على الانتهاء، أو بمعنى آخر الانقراض، بسبب كتير أشياء، مثل عدم دخول كتير ناس للشراكة واللي كانوا يستحقون الشراكة بجدارة. هنا الآن نرى اعتزال كثير من الناس. BNL، جامبول، وحتى M16 الملقب بملك الرانكد يتوجهون إلى لعبة جديدة اللي ممكن تكون مثل فري فاير، بس مستحيل توجد لعبة تأخذ بلاصة فري فاير، لأنها أفضل لعبة اللي طالما عشقناها طيلة سنوات 2017 2018 2019 2020 حتى 2024. فري فاير المكان الذي نلجأ إلى عادة نكتم فيه أسرارنا ونستمتع فيها، لطالما نستطيع أن نرجع أيامات فري فاير القديمة بعدم الاعتزال والمواصلة. كيف تقدروا تغيرون لعبة قدرت تغيركم؟ كم من يوتيوبر قدر يربح من هاي اللعبة ويغير أوضاعها على الكامل؟ ما بدي أطول عليكم كثير، كان معاكم كوك ودمتم في رعاية الله وحفظه.